تصوري تكوني تقلي في البطاطا ولا في الدنجال ولا اي حاجه تتطلب الزيت، وفجاه الزيت تشعل فيه النار، واقرب حاجه تحوسي عليها هي الماء. يعني احنا كاع السيدات كي نحوسوا حاجه باش نطفوا لها طفوها من النار نمشوا للماء. لكن واش نقول لك، باللي هذا التصرف البريء اللي نقوموا به يقدر يحرق لنا الدار باكملها. عزيزاتي المتتبعات، السلام عليكم. انا الشيف روز للطبخ والحلويات. نتمنى لكم نهار مبروك، ونتمنى كل الاخوه والاخوات يكونوا بصحه جيده. قبل ما نبدو لا فيديو الاخوات، نتمنىكم تدعموني بليجام، تشاركوا في القناه وتبارطاجوا فيديوهاتي باش توصل للاقرب، يعني كي نقولوا حنا لاكثر الاخوات باش يستافدوا من هذا المحتوى. كاين خطأ شائع في المطابخ الجزائريه، وكل النساء اللي قاعدين في الدار ولا حتى العاملات ممكن يطيحوا فيه. كي يشعل الزيت، تشعل النار في الزيت، كي نكونوا نقلو، اول رد فعل هو نروحوا نفرغوا عليه الماء ولا نصبوا عليه الماء. لكن هذه مصيبه صدقيني. الماء ما يطفيش الزيت. علاش ما يطفيش الزيت؟ على خاطرش فيه نسبه الاكسجين عاليه، ونسبه الاكسجين كي تكون عاليه راح دير التهويه في هذاك الزيت، وراح يطاير في المطبخ ويقدر يدير لك حتى انفجار. يعني بزاف تدابير اللي انا دائما نبغي نجيب لها الاخوات، خصوصا في هذا فصل الصيف. الاخوات بزاف يقلوا، لكن تقدر اي سيده ولا انسه ولا حتى الرجال يقدروا يطيحوا في هذا الموقف. يا كي نقولوا حنايا الخطير. اليوم اعطيتكم هذا التدبيره المنزليه ضمن كل التدابير المنزليه اللي راح نجيبها لكم، واللي كنت نجيبها لكم راح تنفعكم. ما تكوني لا قاريه ولا ماشي قاريه تقدري تستعملي هذه التدبيره بحول الله. كما كتشوفي هنايا اللي ندير لكم انا هذه الوصفه، يعني من هالوصفه منها تستافدوا من هذا التدبيره المنزليه اللي قادره يعني تاثر عليكم، يعني وتديكم حتى يعني للهلاك. الزيت المشتعل بالتفاعل مع الماء كما قلت لكم فيه نسبه الاكسجين، يشعل كي نقولوا حنايا يعني ويطلق لهيب انت وتنخلعي فيه. يقدر يعني حتى يحرقك انت ولا عندك شي حد قدامك. يقدر كي نقولوا حنايا هذاك اللهيب يقدر يطلع حتى للسطح، يعني حتى للسقف تاع المطبخ كي نقولوا حنا، ويحرق لك كلش. الحل الوحيد والتدبيره الوحيده اللي راح نعطيها لك ودائما دائما تكوني دايرتها في راسك، كي نقولوا حنايا باش تقدري تتفادي هذه الاشياء اللي تحصل لك ولا لها حوادث اللي تحصل في المطبخ، خصوصا في فصل الصيف. يعني كما قلت لكم بزاف الاخوات في فصل الصيف ولا الاخوه ولا العاملات يجوا بالخفيف ويقلوا ولا، وتخلي المقله وحدها وتروح كي نقولوا حنا بجهه تقضي حاجه واحده اخرى، فجاه تلقى النار شاعله في هذيك المقله كي نقول حنا وتنخلع، يعني تخلع السيده ولا السيد ولا الانسه كي تشوف هذاك اللهيب في هذيك المقله تتخلع. واول حاجه تروح تمشي لها هي الماء. الماء عمرك ما تطفي به. الماء ما يطفيش الزيت، باسكو كي يتفاعل الزيت مع الماء يعطي لهيب واعر، وهذاك اللهيب قلت لك يقدر يدير لك حتى انفجار. يعني الاخوات دائما تكون عندكم التوعيه، كي نقولوا حنا دائما تدوا افكار، ماشي تدخلي للمطبخ وتقعدي طيبي وتقعدي يعني لاهيه في المطبخ، ولا كيما قلت لك تخلي المقله وتروحي بجهه ترعي الغريان ولا تخدمي حاجه واحده اخرى. ولا دائما اثناء القلي بالزيت دائما تكوني يعني قدامه، ولا تكوني المهم قاعده في المطبخ باش تقدري تجتنبي هذه الحوادث اللي تحصل بزاف ودائما تحصل في الصيف. يعني انا بزاف اخواتي يطلبوا مني تقول لك هو يعطينا تدابير، يعطينا حوايج. انا كل مره راني نجيب لكم تدبيره، خصوصا التدابير هذه اللي يعني بزاف الاخوات ولا كاع حتى انا ما كنتش نعرفها، يعني من بعد اللي عرفتها بغيت نشارك الاخوات والاخوه باش يقدروا يستافدوا منها. يعني ماشي شرط تكون عندك هذيك القاروره اللي تطفي يعني اللي تطفي الحريق، ولا يعني غير انت يعني بعقلك تقدري تستخدمي عقلك وتكون عندك فكره ولا تدبيره هذه اللي دائما تستعمليها. احنا نعرفوا باللي بزاف الاخوات تقول لك انا يا الزيت الماء يطفي الزيت. الماء ما يطفيش الزيت. الماء والزيت كي يتفاعلوا يديروا انفجار قادر يعني يتسبب لك في كارثه. يعني خصوصا الاخوات اللي يكونوا ساكنين في دي بلوك، ولا حتى تكوني ساكنه وحدك في حوش، راح يعني تتحصل كي نقولوا حنايا تتاثري ويعني وتصرى لك كارثه. من الافضل دي افكار كيما هكا توعويه وتدابير منزليه باش تجتنبي كل هذه الاشياء. يعني تاع يسموها التدابير المنزليه، ولا كي نقولوا حنا يسموها احترازيه، ولا يعني تسميها كيما تبغي نتيا. المهم تكوني يعني عندك توعيه باش تقدري تستافدي. بزاف السيدات ولا الاواني تكونوا وحدهم في الدار، يعني كي تنخلع بهذيك الطريقه ما تعرفش واش دير،
يعني تحسب باللي الماء يطفي. الماء كما قلت لك بعيد بعيد على الزيت. الماء والزيت تصير لهم كيما الكهرباء والماء، يعني عمرك ما تقربي الزيت كي نقولوا حنا الماء على الزيت. شوفي غير يعني التجربه كي تكوني باديه تقلي في البطاطا وتكون البطاطا فيها نسبه تاع الماء مشمخه، شتي كي ترميها في المقله في الزيت شتي كي تبدا تطاير. يعني لازم تدي فكره باللي الزيت والماء عمرهم ما يتلاقوا، على خاطرش يكون تفاعل كيميائي، وهذاك اللي يزيد يوسع لك الحراره هذيك نتاع الزيت ويطاير لك في الدار، ويقدر يدير لك كارثه ويشعل لك الدار وانتي تنخلعي وما تعرفي ما ديري. يعني تدابير احترازيه لازم كل الاخوات يتعلموها. على بالي راح نلقى نتيجه هنايا بلي كاين اخوات يدخلوا يعني كلوفيات كما نقول انايا، ويقعدوا يقول لك حنا نعرفوا. حتى تكوني تعرفي هذه الاشياء بصح دائما تكون عندك معلومه. كي نقول احنا ربي سبحانه كي قال لك ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، يعني الانسان قد ما يتذكر قد ما يكون يستوعب وتكون عنده نتيجه. الحل الوحيد اللي نعطيه لك اليوم والسهل اللي لازم تديريه في راسك هو بسيط وفعال، وانا متاكده بزاف الاخوات ما يعرفوهش ولا اصلا ما تجيش في رصانهم. مجرد ما تشوفي النار شعلت لك في الزيت، جيبي اما بلاع ولا ما غطاء تاع حديدي يكون تاع مقله ولا تاع كاسرونه ولا تاع طنجره، المهم حطيه على هذيك المقله اللي تشتعل. كي نقول احنا وينقطع الاكسجين، كي ينقطع الاكسجين تلقي هذاك الزيت في ثواني، كي نقول احنا في ثواني اطفالك بلا ما تخافي. يعني هذه تدابير احترازيه لازم الاخوات دائما يتعلموها. ودائما كما قلت لكم كي تكوني تقلي خلي المقله قدامك ما تخرجيش وتبعدي عليها. هذه من اهم التدابير السلامه في المطبخ وتدخل ضمن الاساسيات. القلي لازم تديريها في راسك، القلي الامن كما نقولوا حنايا كي نقولوا حنا والطرق الصحيحه اثناء الحوادث المنزليه لازم تديها في راسك باش تجتنبي اي حدث يكون يصرى لك في الدار. ودائما بعدي الاطفال بعديهم على المطبخ كي تكوني في الوقت اللي تكوني تقلي فيه. كاين بزاف اطفال غير يشوفوا القلي هذاك المراه ترمي في الفريت ولا في البطاطا في المقله ويسمعوا هذاك التشطيش يجوا يبوا يشوفوا. يعني كي نقول انا يحبوا التطلع عند الاطفال. الخاتمه اللي نقدر نقولها لك انايا، شحال من مره كنتي يعني تقولي لنا شحال من مره تعرضتي لهذا الموقف، كي نقولوا احنا وش والغلطات وش هي كي نقولوا حنايا التدابير اللي درتيها باش كاع الاخوات يقدروا يستافدوا مني ومنك ومن بزاف الاخوات. شاركي هذا الفيديو مع صديقاتك، شاركي حتى مع جاراتك، وعلقي فيا كي نقول حنايا هل من قبل صرات لك حادثه كيما هذه تاع الزيت شعلت لك فيه النار، وش هي التدبيره اللي درتيها باش نقدروا كاع نستافدوا معاك وتستافدوا كاع الاخوات. كي نقول حنا هذا الخطا قاتل كي نقولوا حنا يرتكبوه السيدات يوميا، كي نحنا اجتنبوه بحول الله بهذه الطريقه، ابسط طريقه لكنها فعاله جدا جدا وتجنبك يعني كارثه كي نقول حنايا. ونتمنى الاخوات يدعموني بليجام، يشاركوا في القناه ويبارطاجوا فيديوهاتي باش تعم الفائده لكل الاخوات والاخوه، خصوصا المبتدئات اللي يكونوا ما يعرفوش. والى الملتقى باذن الله.